السلام عليكم. أخشى من عصر أستاذي دكتور صبحي. لا دي عصر زعمت خلاص. يعني أتذكر مادة العروض وموسيقى الشعر لما درستها على يدي. يعني وسام تقلدته بممتاز في المادة. عشان لساني. نعم. والله جاب قلوب امتيازات ما شاء الله. كم تسعين. الله خيرا. التربية. عنا. الله يسعدك. يعني سطر بسيط طيب من معلش حضرتك. أعتذر لكم أن فرضت نفسي عليكم كأديب. فهذه ليست ولكن أنتم الأقدر بالحكم إن شاء الله. هناك الكثير من يدعي في مصر حبا ولم يقدم لها شيئا، خاصة الساسة على أرض الواقع. فكتبت هذه القصيدة بعنوان حب الأوهام. وتعارفنا حين اعترفنا، لا نعرف من أنفسنا إلا القليل. أيها الساق اسقني، أتيت إليكم من أرض الوحدانية للدليل، إلى أحضان الوجود بين ثناياه، قصة حب يبكيها المشتاق العليل. أقرأ فيها الإنسانية المنتحبة فوق الجبال، تحلم بالخلاص تموت بين أحضان النجال، في شجون الساسة بين القيل والقال. على جسر السراب الإنسانية حقيقة مكذوبة، الحب والعشق القديم نؤمن بها نعرفها، نحرث فيها وهم الخيال، تنبت على وجهها أشجار الجمال. إنها الحياة، السلام، الحب، أرض الأمان. خبيث غرسهم هؤلاء الجناه، خبيث غرسهم هؤلاء الجناه. أرضوا لبلادهم أن تحيا فيهم منكسة الجباه. ويل لكم ساسة الدنيا الطغاة، همومنا أمورنا جلباب ارتداه غيرنا. بنا نحن نغرس المصير الجميل. أنت يا مصر الجمال المقبور بين الصخور بين الشعوب. أنت الأصالة يا بلادي، واسألي كل نبيل. معشوقتي أنت وأنا، فكر نقي طاهر تغرد فينا البلابل بالتياع. سنعود حتما ننثر الدنيا فرحا غامرا. طلع الفجر علينا من ثنيات الجياع، طلع الفجر علينا من ثنيات الجياع. نحن النور بكل مكان، روح الله فينا رغم الغيوم. نحن أنا وأنت والصدق والسفينة، سنبني المجد فوق النجوم.